اسعار الكاوتش بقت نار ومحتاج تعمل جمعيه عشان تجيب طقم كاوتش لعربيتك. فلو ربنا فتحها عليك وقررت تشتري كاوتش، فتعالى اقول لك تقارن ما بين الانواع ازاي عشان ما تشتريش حاجه تندم عليها. انا طارق صلاح وده الجرار. اول حاجه، الكاوتش مش بيتجاب بالماركه بتاعته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو هشتري كاوتش بريدجستون مثلا، مش هقول هجيب كاوتش بريدجستون وخلاص، لازم احدد موديل الكاوتش، لان بريدجستون بتصنع موديلات كتير جدا زيها زي اي شركه تانية، ووارد جدا ان المقاس بتاعك يكون فيه اكتر من موديل نفس الماركه. لو مش فاهم انا اقصد ايه، كمل بس معايا الفيديو وانا هقول. هنفترض مثلا ان انا خلاص حددت الميزانيه بتاعتي، والميزانيه دي تسمح لي ان انا اجيب فردتين كاوتش، واحده بريدجستون تورانزا تي 001 والتانيه كونتيننتال ام سي 6. هناخد موديلين الكاوتش دول ونخش على موقع tire-reviews.com ونقارن ما بين الموديلين دول. هنلاقي الموقع عامل تقييم للموديلات بناء على اختبارات كتير هم بيعملوها، وكمان هتلاقي اراء الناس فيه بره عامله ازاي. والتصنيفات بتبقى على حاجات كتير زي التماسك، قوة الفرامل، والصوت الكاوتش نفسه على الطريق عالي ولا واطي، الراحة، وكمان التماسك في المية أو المطر أخباره إيه. وبناء على التقييمات دي هتقدر تحدد أنهي موديل يتماشى مع احتياجاتك. تابعوني في الفيديوهات الجاية، هنعمل فيديو كامل عن الكاوتش ومقاساته، وإيه الأسس اللي تختار عليها الكاوتش لو أنت عايش في مصر أو بره مصر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والفولو، وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس. هسيب لكم اللينك في الكومنتات.